فكك من أي خطاب تنحي واسمع ده. نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان كنا نطلب الخير دائما لأمتنا ونبتغي سعادتها، ولأننا نرغب في تجنب البلاد المصاعب ونزولا على إرادة الشعب قررنا النزول عن العرش لولي عهدنا الأمير أحمد فؤاد. واتقفلت صفحة الملكية وسابت سؤال مهم: فاروق كان ملك فاسد ولا اتشوهت صورته؟ فاروق كان الوحيد بين 5 بنات، فحكم مصر بعد وفاة أبوه وهو لسه 16 سنة، يعني قبل السن القانوني. الشعب حبه لأنه كاريزما وسيم، بيحكي عربي وبيصلي وليه هوايات بسيطة زي جمع الطوابع، واتجوز صفية ذو الفقار المصرية. ورغم إنه تربى ودرس بالإنجليز إلا إنه رفض في البداية ينصاع لطلباتهم، لكن دبابات بريطانيا حصرت قصر عابدين وأجبروه يسمعهم. هنا الشعب أدرك إن فاروق مقيد والاحتلال سايق، فخرجوا في مظاهرات، لكن شرطة الحكومة اللي بتتصرف من دماغها مش من الملك طمعت الثورة. وجه وقت حرب فلسطين سنة 48 الجيش المصري دخل بأسلحة قديمة وفاسدة فانهزم. وبعدها جت 25 يناير سنة 52 الإنجليز هاجموا اسم شرطة الإسماعيلية وقتلوا 50 واحد. فالشعب غضب إن فاروق لا قادر يدعم شرطة وجيش بلده ولا قادر ياخد موقف ضد بريطانيا. والأهم إن نظام الملكية كان قايم على الطبقية، فما فيش مكان للفقراء وأغلب الشعب، وبدأوا يشوفوا شخصيته كمستبد ومش ناضج، وقيادته ضعيفة ومسرف مقضيها صرف على جمع التحف، ووزنه زاد والشعب مش لاقي ياكل. وكمان طلق صفية واتجوز نريمان في حفل ملكي ضخم، والشعب قال يعني حبكت. فالجيش بعت له باسم الشعب يسيب القصر قبل 12 الظهر، والساعة 6 المغرب يكون اتكل على الله بره البلد. ناس بتقول ان الجمهوريين شوهوا صورته بزيادة، وناس بتقول ان عشان الظروف بقت صعبة بعده، فالناس بتبص للماضي بحنين ونوستالجيا. مستني رأيك في الكومنتات. انا احمد صالح، بفكك التاريخ الشعبي وارجع الحكايات لأصلها.